من خلال زيارتي الأخيرة للبنان اكتشفت أنه الشعب اللبناني هو اللي مشغل لبنان بذكائه، بعلمه، بثقافته، بحبه للحياة. يعني مش معتمد على الحكومة أبدا بجميع نواحي الحياة، بالكهرباء، بالمي، بالأكل، بالشرب، بالسهر، بالفرح. هو الشعب اللبناني. فهذا درس للشعوب كلها أنه لا تعتمدوا على الحكومات، الحكومة بتفلس بأي وقت. بكندا وأمريكا إذا شبع الشعب بيشبع المسؤول. عنا نحن إذا جاع الشعب بيشبع المسؤول. فدائما القوة بإيد الشعب، وهذا اللي طبقه الشعب اللبناني. الشعب اللبناني كله متعلم، كله مثقف، كلهم بيحبوا الحياة. كثير صادفت أشخاص بلبنان بيحكوا حتى إنجليزي بين بعضهم، يعني اللبنانيين. حتى كثير شباب بلبنان لاحظت انه بيتعاملوا مع شركات امريكيه ببيعوا اونلاين فروم هوم من البيت. يعني هي مش مطلوب منك تكون امريكي لتشتغل مع امريكا، فيك تشتغل معهم من بيتك، بتاخذ معاشك منهم وانت بالبيت. شرط تكون انجليزيتك حلوه، بتفهم بالتجاره، بتفهم بالبزنس. فهذا اللي عم يسويه الشعب اللبناني، مش معتمد على الحكومه. في مثل أمريكي بيقول إذا توقفت الشاحنات عن العمل توقفت أمريكا. يعني إذا بطلت تشوف شاحنات نقل بالشارع يعني البلد ميتة. لبنان شغال، في حيوية، في شركات خاصة شغالة بتوصل لك الكهرباء على البيت، المي، الخبز، الأكل. هذا هو شعب لبنان. علم العالم دروس بالحياة. لا تعتمدوا على الحكومة، اعتمدوا على شعوبكم. هي الشعوب اللي بتقوم بالدول، بتطور الدول. وهذا ما طبقه الشعب اللبناني. وبالنهاية راح أقول كلمتين إنه لبنان كبير بشعبه. الله محيي لبنان وأهل لبنان، وعلى الكرم والطيبة اللي شفتها من أهل لبنان. بونسوار.